السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسكم جميعا بالخير والصحة والعافية، وصراحة تشرفت بوجودكم من الإخوة والأخوات والشباب والشابات، وهذا تاج على رأسي. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انطلاقا من دين الحنيف الذي حثنا على رعاية مصالح الأمة من خلال العناية بمصالح الفرد وحماية حقوقه الأساسية والدفاع عنها، وانطلاقا من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وبعد الاستخارة والاستشارة، وكما قيل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وإن كان هذا ليس بحديث وإنما مقولة مشهورة. فقد أقدمت على الترشح للمقعد النيابي لانتخابات 2022 في محافظة المحرق عن الدائرة الأولى، ووضعنا تصورا معينا ورؤية محددة وضعناها في البنرات الست تحمل الرؤية والفكر التي ندعو بها. فكل بنر من البنرات تدعو إلى رسالة معينة ورؤية معينة، فأصبحت 6 رسائل معنا. الرسالة الأولى: شارك وصوت لمن تراه الأكفأ والأصلح والأقوى. المقاطعة سلب وعدم فعل شيء، والذي لا يفعل شيئا لا يقدم شيئا. وأما المشاركة السلبية اللي يحط ورقة بيضاء أو يفسد هذه المشاركة بالشخبطة أو غير ذلك، هو يجعل من نفسه صفرا ثم يلوم البرلمان أنه ضعيف. لماذا هذه المشاركة السلبية؟ يا أخي شارك واجعل من نفسك صوتا. أما التأثير والتغيير فيأتي بالتكاتف والتلاحم. أقول: شارك واختار الأنسب ولا تبطل صوتك ولا تجعل من نفسك صفرا، فالصفر لا قيمة له في هذه الحياة. هذا أولا. ثم توقف عن استثمار صوتك في الأشخاص الخاطئين. الواحد يعني يصوت لشخص وهو يعلم بأنه مخطئ ويستثمر صوته في هذا الشخص المخطئ. ألم يتساءل ما هي الكلفة التي سيدفعها بهذه المجاملة؟ ما حد يتساءل، وهو قد استثمر صوته في الأشخاص الخاطئين وهو يدري. ثم يتساءل لماذا البرلمان ضعيف؟ لأنه بهذا التصرف بهذه المجاملة سيحطم المستقبل، لا مستقبله وإنما مستقبل نفسه وأجياله والأمة. وقد نحتاج إلى سنوات وسنوات لإعادة هذا الذي فات وربما لن يعود. ترى البرلمان في البحرين من 2002 و2006 كان ماشي وبقوة، كالديمقراطيات الموجودة في العالم تحبو وتقوى ثم تقوى ثم تسير. ولكن في 2011 حدثت هناك انتكاسة، ثم حدثت ردة فعل من الناس فضيعوا البوصلة، فالبرلمان بدأ يضعف ويضعف ويضعف حتى يئس الناس وأصابهم الإحباط، والإحباط لا يأتي أيضا بخير. لماذا لا نقف عن إعطاء صوتنا لمن لا يهتم بنا أو لا يعتني بنا؟ شلون أعرف أن الشخص هذا يهتم بهمومي أو يعتني؟ شوف سيرته، مو سيرته قبل أسبوع، أسبوعين، شهر، من خلال السنوات. ما هي عطاءاته؟ ما هي مشاركاته؟ من هنا تعرف أن الشخص إذا دخل البرلمان أو دخل إلى تحت قبة البرلمان بأنه سيعتني بي كمواطن، سيهتم بشؤوني وهمومي. الكثير منا يمارس دور ضحية البرلمان، لا أدري لما. البرلمان ضيعنا، النواب ضيعونا. لماذا لا نترك هذه الفلسفة وهذه النظرة أن نكون ضحايا البرلمانات؟ لماذا لا نصبح إلى صناع البرلمانات؟ ترى البرلمان 40 نائب يرتقي من خلالكم أنتم. مرة فشلت، مرة ثانية ابحث عن العلاج. أين الخلل؟ حاول تعالج هذه الأخطاء. إلى الآن نحن نمارس دور ضحية البرلمانات والنواب الضعفاء. هنا معادلة بسيطة جدا: البرلمان القوي لا يكون إلا بنواب أقوياء، والنواب الأقوياء لا يكونون إلا بناخبين أقوياء. معادلة بسيطة جدا. ما لك أنت تجامل نواب ضعاف، برلمان ضعيف. نتيجة واضحة جدا جدا جدا. فلنكن ناخبين صادقين غير مجاملين، نقف مع من نظن بأنه على الحق وأنه مع حق المواطن، ثم انظروا هذا البرلمان كيف يكون. ولنتواصل مع الدوائر الأخرى، ولنضع يدنا بيد بعض، ولنتكاتف ونتواصل. وبإذن الله هذه أداة دستورية التي وضعت للتعبير عن حقوق المواطن ستكون هذه الآلية قوية، أو هذا البرلمان
قوي. الكثيرين قالوا لي، وحتى بالأمس واحد قال لي اليد الواحدة ما تصفق. أنا ما أبغى أسمع التصفيق، أنا أريد أن أسمع صوتا. اليد الواحدة تكفيني الصوت، أنا ما أريد التصفيق. صوت المواطن يد واحدة، اليد الواحدة تصفق، ولكن علينا بالتفكير كيف نوصل هذا الصوت، كيف يكون هذا الصوت معبرا، كيف يكون هذا الصوت مؤثرا. من يبحث عن اليد الثانية ربما يضيع السنة والسنوات وهو يبحث ويمكن ما يلاقي، لكن من يفكر عن البديل لأن لديه رسالة يريد أن يوصلها سيجد البديل. الرسالة الثانية: سأكون صوتا قويا للدفاع عن حق المواطن. هذا الحق يجب أن نناضل من أجله ويستحق أن نصبر له، والصبر سلاح حقيقي قوي، وكلما صبرنا ازددنا قوة، وسيأتي ذلك اليوم تصبح آمالنا وأحلامنا حقيقية. كثيرين أيضا يظنون بأني بهذا الكلام أبيع وهما. لا، أنا بهذا الكلام أصنع حلما، أصنع تفاؤلا، أصنع أملا نعيش به جميعا ونصمد به جميعا ونصنع به المستقبل. إنسان بلا تفاؤل لا يصنع شيء، إنسان بلا أمل لا يصنع شيء. الإنسان المحبط واليائس لا يغير واقع. ولذلك مهما كانت التحديات والعقبات يجب علينا أن نغرس في أنفسنا ونفوس شبابنا التفاؤل والأمل. أنا ما قدرت، يمكن غيري يقدر. الرسالة الثالثة: البطالة والتقاعد والغلاء والضرائب والإسكان هي ملفات ساخنة، وهي من ضمن أولوياتي، وأظن جميع النواب يذكرون هذه الملفات مع زيادة بعض الملفات الفرعية. ولكن أقول العاطل ينتظر العمل المناسب والمتوافق مع تحصيله الدراسي، شيء طبيعي، ونحتاج هنا إلى تحريك ملف بحرنة الوظائف، وأن نستفيد من بعض التجارب في بعض الدول الخليجية، نشوف ايش التجارب اللي صارت عندهم ونحاول، لأن أبناء البلد هم أولى بذلك بهذه الوظائف. ثانيا: المتقاعد لهم حقوقهم التي أهدرت، ويجب إعادة هذه المكتسبات مع إعادة النظر في كيفية إدارة صندوق التقاعد ووضع الحلول لدعمه. هذا الصندوق بدأ يتآكل، الأموال اللي فيها تتسرب. لماذا تتسرب؟ لابد أن نغير كيفية إدارة هذه الصناديق. هل نزيد من الاستثمار على الودائع؟ فليكن. بعض الدول قد نجحت، كانت يعني تقريبا 50% ودائع. غيرت الفلسفة إلى الاستثمار و3% ودائع، فالنتيجة انقلبت 180 درجة، فهي تحتاج إلى إعادة النظر. الأسرة، الموظف يشتكي من تدني الرواتب التي لا تغطي احتياجاته مع إقرار الضرائب والغلاء المتصاعد. الأسرة تنتظر ارتفاع مستوى الدخل مع حاجتها إلى سكن مناسب يأويهم. في جميع هذه الملفات وغيرها يجب إزالة معاناة المواطن والعمل على تحقيق تطلعاته وطموحاته التي تكفل له جودة الحياة والحياة الكريمة. جودة الحياة كلمة وهي جميلة جدا، والحياة الكريمة أيضا. نحن نعمل ونحصل على الرواتب والمكافآت، ولكن جودة الحياة غائبة، الحياة الكريمة غائبة. تستلم الراتب وانت ساخط، العلاوات وانت ساخط، كل الأمور والخدمات وانت ساخط. لماذا؟ نريد أن نعيد هذه الإدارة أيضا. يجب أن يشعر المواطن في بلده بالاستقرار والرخاء، وأنه جزء مهم لا يتجزأ من هذه الدولة. القوانين يجب أن تشرع لمصلحة المواطن. الرقابة يجب أن تمارس للحفاظ على مكتسبات المواطن، لا لإضعاف المواطن واستغلاله في تصوري بأنهم لا يفهمون القانون. إذا المواطن يئن هناك إشكالية في القانون، هناك مواطن يصرخ هناك إشكالية في القانون أو ممارسة القانون. لأن في جميع الدول إنما توضع القوانين لترتيب شؤون المواطنين، لكن المواطن قاعد يئن ويشتكي. إذا هناك إشكاليات لابد أن نراجعها. هذه الحقيقة كانت غائبة عن كثيرين من نواب السابقين. الرسالة الرابعة هو اعتراف. إن عجزت عن التغيير سأحاول التأثير ولو بشكل يسير. أنا لا أدعي بأنني كامل ولا أدعي بأنني مثالي، حاشاي، لكنني أقول
بأنه يمكنكم الاعتماد علي، لأنني أملك إرادة قوية وأملك إصرارا قويا من 2014 18 وهذه 22. وبإذن الله سأركز على بعض الملفات، وإن كان البعض يظنها بسيطة وصغيرة، إلا أنني قادر على إحداث ولو جزء يسير من التغيير إلى الأحسن من خلال هذه الأشياء البسيطة. إحنا عارفين الواقع، لا أحد يعطينا أحلام أكبر من واقعنا، والأمور لا تتغير إلى الأحسن والأفضل إلا تدريجيا. وهذه الملفات ملفات ضخمة جدا، وبإذن الله نحن قادرون على حلها إذا تكاتفنا وتعاوننا وجعلنا هم، لا أقول الدائرة الأولى في محافظة المحرق، وإنما جميع المحافظات بجميع دوائرهم إذا وحدوا الهموم، والله بأن صوتهم سيكون مؤثر، وأن هذه الملفات ستتحرك بسرعة لا نتصورها. الرسالة الخامسة، أنا حاصل على 3 مؤهلات أكاديمية، شرعي وقانوني وسياسي. هذه يحتاج أذكر الناس، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علي، فأعرف حق الله تعالى من جهة الشرع، وأعرف حق المواطن من جهة القانون، وكيفية تحقيق هذه الحقوق من جهة السياسية، لأن هذه الملفات تحتاج إلى عمل سياسي وإدارة سياسية. ترى هذه الملفات ما تتحرك بس إن واحد يكون خبير أو يكون من العلماء الأفاضل أو يكون خبير قانوني. هذه الملفات بعض الأوقات تتحرك بالقوة السياسية والإدارة السياسية. فلذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أنا قد تخرجت من جامعة الأزهر، وهي جامعة معروفة بوسطيتها واعتدالها في شريعة وقانون، ثم واصلت أيضا الدراسات العليا. الرسالة السادسة، عهد مني لكم بأني سأكون صوت المواطن. صوتنا هو صوت المواطن، وهمنا هو هم المواطن، وطموحنا هي طموحات المواطن، ولذلك شعارنا هو صوت المواطن. أنا قد تشرفت في 2014 بوقوف بعض أهالي بسيتين 2014 معي، وكنت ثالثا. 2018 أيضا تشرفت بكتلة أكبر من الناخبين وكنت ثانيا. وأنا أطلب منكم أن أتشرف بوقوفكم معي في 2022 لنكون الأول. ثمان سنوات تقدمنا، جاتنا ضربات ووجدنا العقبات، وهنا أدعو كل من يؤمن برسالتنا وآرائنا، أدعوهم فردا فردا أن يقفوا معي هذه المرة، لأننا نريد أن نحسمها من الجولة الأولى. البعض يقول صعب، لكنه ليس بمستحيل. صوت المواطن الذي أحمل همه يجب أن يكون قويا، وغيري أيضا قد يكون غيري. أنا أدعو كل من يؤمن بأي مترشح ويثق به أن يقف معه وأن يحشد له هذا الانتماء الحقيقي، الرغبة الحقيقية للإصلاح. لكن أما أنا أؤمن برجل وأثق بخطاباته ثم أجامل، لن تصنع وطنا، وندور في نفس الدائرة. هذه المحاولات من 2014 و2018 و2022 هي محاولات من أجلكم. هذا الإصرار على الوصول من أجلكم، وسيكون هذا الفوز أيضا من أجلكم. يجب علينا جميعا أن نتفاءل وأن نتكاتف وأن نغرس هذا التفاؤل في أنفسنا وفي شبابنا، وأن نعلمهم العمل الجماعي المنظم، وأن يكون عندنا أملا. كما يجب علينا أن نتعلم من تجاربنا وأن نطور من أدائنا، وأن نترك المجاملة في القرارات المصيرية. نحن نجامل في قرارات مصيرية نجامل فيها، ثم نحاسب، نجلد أنفسنا ونجلد المجتمع ونجلد النواب السابقين. لا، فالقادم في علم الله فلنتصوره جميلا. اللهم اجعلني خيرا لنفسي ولمن معي، ووفقني لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.